لكن اللي حصل النهارده في اتحاد الكوره غير موضوعي بالمره. بمعنى ايه؟ دايما اتحاد الكوره قبل الاجتماعات بيناقش جدول الاعمال، الا بيبقى فيه المدير التنفيذي بيجهز 1 2 3 4 نناقش المواضيع دي كلها النهارده. فاتخذ قرار من ضمن الاجتماع، وده ما كانش على جدول الاعمال، وقف مؤمن زكريا. وعندنا اسرار في الموضوع ده ممكن مش هتسمعوها في اي مكان تاني. احنا ان شاء الله النهارده هنحكي لحضراتكم اللي حصل بالظبط. بيتجهز للاجتماع، بيدخل اعضاء اتحاد الكوره بيناقشوا الامور المفروض المدير التنفيذي مجهزها. دخل رئيس نادي الزمالك عليهم الاجتماع، وده يعني ده بالنسبه لنا امر غير مقبول بالمره. امر غير مقبول بالمره. والطبيعي انا بتكلم كمان ده غير مقبول بالمره لمجلس اداره الاهلي وجهاز الكوره بالنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. لان انت النهارده طرف في الموضوع، ما ينفعش اللي انت تحضر تحت اي ظرف كان. وبعدين كيان اتحاد الكوره ده المكان ده بيدير اللعبه الشعبيه الاولى في مصر. فانت عندك اجتماع واي حد يدخل الاجتماعات او اي حد يدخل، المفروض ده اجتماع مغلق. ما ينفعش اللي انت تناقش حاجه مش على جدول اعمالك. دي رقم واحد. رقم اتنين، انا مش فاهم ازاي يحضر رئيس نادي الاجتماع. هتقولي ده حضر بصفه رئيس لجنه الانديه، هقول لك لا. واخدت من ضمن بعد الاجتماع معناها الاتحاد الكوره اتضغط عليه بوقف مؤمن زكريا. طب خلينا ناقش الموضوع مع حضراتكم. مؤمن زكريا قرار صحيح اللي هو يتوقف؟ اقول لك لا، قرار غير صحيح بالمره. ليه؟ لان النهارده لازم احقق مع اللاعب، وده ما حصلش. لازم احقق، اشوف اللعيب مضى ولا ما مضاش لناديين. الكلام ده كله مش قدامك على الورق، انت بتسمع من طرف واحد. دي رقم واحد. رقم اتنين، فين لجنه شؤون اللاعبين؟ حققت مع اللاعب؟ اتكلمت مع اللاعب؟ لا. طيب النادي اللي دفع ملايين، يعني النادي الاهلي دفع 5 مليون جنيه، عايز يستفيد باللعيب بتاعه. الطبيعي اللي انت النهارده بحقق وبقعد مع اللعيب واخد وقتي، وبعد كده اللعيب اخطأ اوقفه. لكن انت ما وقفته على اي قرار. اتضغط عليك؟ اه طبعا اتضغط عليك. واحنا قلنا في برنامجنا هنا بنتكلم بمصداقيه، وبنتكلم ملناش غرض مع اي حد. لو في اخطاء بنقولها. لكن انا شايف من وجهه نظري القرار متسرع، في ضغوط على اتحاد الكره. اه طبعا في ضغوط، مره يتقال لجنه المسابقات، مره يتقال التحكيم، مره اوقف اللعيب، ومش اول مره تحصل مع لعيبه من النادي الاهلي. طب هو النادي الاهلي ضعيف؟ لا مش ضعيف، النادي الاهلي قوي، لكن دايما بيلتزم بالمبادئ اللي احنا بنتكلم عنها دايما هنا في برنامجنا الكره والجماهير. وكمان الغريب، وهرجعكم لورا شويه عشان ااكد لحضراتكم اللي انا عايز اقوله. محمد ناجي جده وهو في النادي الاهلي يعني كان في امضى مكان محمد ناجي جده. لما الورق راح النيابه اتاكد اللي مش محمد ناجي جده هو اللي ماضي على الورق. طب مش ممكن الورق اللي اتقدم لاتحاد الكوره النهارده اللي مؤمن زكريا ما يبقاش ماضي عليه؟ وارد ما حصلت قبل كده. فده غير منطقي بالمره، وغير طبيعي من اتحاد الكوره ياخد قرار بوقف اللاعب من غير ما يحقق معاه. فانا مش فاهم، في ضغوط على اتحاد الكوره ولا مفيش ضغوط؟ انا باكد اللي فيه ضغوط بشكل قوي جدا. والقرار اتاخد بناء على ايه؟ عايزين نعرف. هو ده استاذ جمال علام النهارده هنتكلم معاه ونعرف ايه اللي دار في الاجتماع، وازاي رئيس نادي يدخل عليكم الاجتماع. ما ينفعش. المكان ده هو اللي بيدير الرياضه المصريه، دي اللعبه الشعبيه الاولى، وما شفناهاش قبل كده. بيحصل كلام غريب. عايزين تتكلموا عن رياضه بجد، ورياضه تبقى صناعه بجد، كل واحد يلزم حدوده. اللي رئيس نادي يبقى رئيس نادي، رئيس اتحاد كوره يبقى رئيس اتحاد كوره، الحكم حكم، واللاعب لاعب، والمدير فني مدير فني. لكن سمك لبن تمر هندي اللي احنا شايفينه ده